الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أيها الكرام، يوم القيامة يوم عظيم قال فيه رب العالمين جل جلاله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولعل من أعظم مشاهد يوم القيامة مشهد الميزان، هذا المشهد الذي يقرع القلوب قرعا، وإلا فمن منا يتخيل ميزانا لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعت؟ فإذا ما رأت الملائكة هذا المشهد وهذا الميزان قالت: يا رب، لمن يزن هذا؟ فيقول الله جل جلاله: لمن شئت من عبادي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فمشهد الميزان مشهد يقرع القلوب قرعا، لذا قال ربنا جل جلاله في سورة القارعة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. اسمع: فأما من ثقلت موازينه ما هو حاله؟ فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه ما مصيره؟ فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فمشهد الميزان مشهد عظيم يقرع القلوب قرعا، يحتاج الواحد فينا إلى حسنة يثقل فيها ميزانه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. لذا أمر ربنا جل جلاله بمكارم ومحاسن الأخلاق في آيات كثيرة. قال ربنا جل جلاله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آيات كثيرة يحثنا ويأمرنا بها ربنا جل جلاله بمكارم ومحاسن الأخلاق، وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم حث على ذلك،
فتراه بأبي وأمي وروحي يوصي معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه فيقول: يا معاذ اتق الله وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن. بل يبشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: من أراد أن يحظى بمحبة الله جل وعلا فعليه بمكارم ومحاسن الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني رحمه الله من حديث أسامة ابن شريك رضي الله عنه وأرضاه، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، ومن أحبه من حظي بمحبة الله جل جلاله أحبته الدنيا كلها. لذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذا أردنا أن نحظى بمحبة الله ونحظى بمحبة رسول الله، بل يكون مجلسنا قريبا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا بالتحلي بمكارم ومحاسن الأخلاق. بل يبشر عليه الصلاة والسلام فيقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. ليس هذا فحسب، بل إذا أردنا أن ننجو من عذاب النار وأن نفوز بجنة العزيز الغفار، علينا أيضا أن نتحلى بمحاسن ومكارم الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. بل يقول أيضا: أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. لمن يا رسول الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لمن حسن خلقه. لذا أيها الكرام، إذا أردنا أن نثقل موازيننا بالحسنات، وإذا أردنا أن نحظى بمحبة رب الأرض والسماوات، وأن نحظى بمحبة رسول الله خير البريات، وأن نفوز وأن ننجو من عذاب النار، وأن نفوز بجنة العزيز الغفار، علينا أن نجاهد أنفسنا للتحلي بهذه المكارم وهذه الفضائل التي أمر بها ربنا جل جلاله وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولنستعن على ذلك بصحبة الأخيار، وأيضا بالتضرع إلى العزيز الغفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات عظيمة كان يتضرع بها صلى الله عليه وسلم إلى ربه، كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان أيضا يدعو فيقول: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. بل كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من منكرات الأخلاق، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأقوال والأعمال والأهواء والأدواء. هذه كلمات عظيمة وأدعية جليلة، جميل أن يتضرع كل واحد منا بها إلى ربه، بل وأن يكثر منها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأقوال والأعمال والأهواء والأدواء. هكذا كان يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربنا جل جلاله، زكاه في خلقه، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. لذا احرصوا على حفظ هذه الكلمات النبوية الجليلة ورددوها.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.